Well, Mahmoud, welcome. How happy are you to be an Aston Villa player? Hello, I am happy to be here, one of the biggest club in the world. I hope I will help the team to be successful, and I will do all the best. محمود حسن تريزيجيه اخيرا في استون فيلا في الدوري الانجليزي. خبر كلنا اتبسطنا لما سمعناه، لان كل الناس كانت مستغربه ان تريزيجيه بيلعب في قاسم باشا في تركيا بقاله سنين، وكانت دايما تقول ان اللعيب دوت محتاج يلعب في دوري اقوى في نادي اقوى، والحمد لله الفرصه جت. بس هو احنا عندنا مشكله ان احنا دايما ما بنفرحش، لازم دايما نوقع الناس الناجحه. هو بس سؤال ان الناس كلها سابت كل الهلومه بتاعه ان تريزيجيه احترف في اقوى دوري في العالم، بقى خامس لعيب مصري يبقى موجود في انجلترا، ومسكوا في حاجه واحده بس. القناه الرسميه بتاعت استون فيلا عملت انترفيو مع تريزيجيه، وكان من الواضح من الانترفيو ان هو الانجليش بتاعه يعني بعافيه شويتين. الناس بقى طبعا بهدلته، وانجليزي ده يا مرسي. يا جماعه الكلام ده ليه دايما بنسيب الحاجه الكويسه ونقعد ننتقد فيها بعد كده؟ يا جماعه هو فعلا هو بجد، هو انتوا فاكرين نفسكم جامدين؟ فاكرين نفسكم ناجحين؟ لو انت ناجح زيه اعمل زيه، بس بشكل بسيط يعني. احنا عندنا يا جماعه دايما مشكله ان احنا لازم ننتقد في الناس، ولازم نطلع فيها القطط الفطسانه، وكل واحد بيفهم في كل حاجه، كل واحد عارف في كل حاجه. خليني اقول لكم ان نسبه كبيره جدا من اللعيبه على مستوى العالم اللي من بلاد تانية ما بيتكلموش انجليزي كويس، اللي من البرازيل ومن الارجنتين ومن فرنسا ومن المانيا ومن تركيا، ناس كتيره ما بتتكلمش انجليزي اصلا. ده عايز اقول لكم مفاجاه، واكيد انتوا عارفينها، يعني في ناس عرب ما بيتكلموش عربي. فليه نقعد ننتقد في الناس؟ تريزيجيه محتاج يطور نفسه، ده اكيد، جوه وبره الملعب ده اكيد، يعني وهتكلم على جوه الملعب ديت كمان شويه. بس خليني اقول لكم ان كل انسان محتاج يطور من نفسه، بس الانتقاد ما يبقاش بالشكل الصعب ده. خلينا دايما يا جماعه اي انسان ناجح نديله سبورت، لان هم قليلين. هو احنا عندنا كام لعيب كوره ناجح؟ يعني هم قليلين يتعدوا على الصوابع يعني. بالنسبه بقى لتريزيجيه في الملعب، تريزيجيه انا رايي فيه دايما ان هو لعيب ممتاز، لعيب مجتهد، لعيب سريع، وعنده رؤيه كويسه للملعب، بس ينقصه الفينش، اللمسه الاخيره زي ما بنقول عند تريزيجيه وحشه جدا. وفي انديه وفي فرق وفي ماتشات مش هتستحمل ان انت تضيع كور في الستة ياردة، وفي مدربين مش هيستحملوا ان هو يبقى خسران 1-0 قدامه ان انت تجيب له جون التعادل في اخر ثانيه وتقوم مضيعه لان انت الرمسه الاخيره عندك وحشه. فده رسالتي لتريزيجيه، ان هو محتاج يركز على اللمسه الاخيره بالذات في ال 18 او في الستة ياردة. بلاش دايما نحاول ان احنا نلعب الكور اللي هي شكلها حلو على حساب ان انت تلعب الكره المضمونه. انا شفت تريزيجيه اكتر من 7-8 ماتشات في الملعب. تريزيجيه اكتف جدا في الملعب، لكن بيجي في الجزء الاخير عايز يلعب الكره اللي شكلها حلو. ده شفته مثلا في ماتش السعوديه، كان في كورتين يجيبهم بسهوله جدا، وده كان ماتش سهل مفيش ضغوطات ووقت، فمش لازم تلعب الكره اللي شكلها حلو، اضمن لي المكسب. الماتش الاخير بتاع جنوب افريقيا اللي احنا طلعنا منه في بطوله الامم الافريقيه، الكره في الستة ياردة، وكان في كره ثانيه في الشوط الاول وهكذا. واخيرا الف مبروك لتريزيجيه تواجده في الدوري الانجليزي وفي نادي زي استون فيلا. ان شاء الله السنه دي يعمل موسم اكتر من الهايل، ويبقى متواجد السنه الجايه في التوب 6. ورسالتي يا جماعه للناس اللي بتنتقد، بجد كفايه، ارحمونا ارحمونا. شكرا.